تفرد تلفزيون أورينت نيوز بإطلاق أول نشرة إخبارية باللغة الكردية في تاريخ القنوات العربية عموما وفي تاريخ سوريا بشكل خاص، فأضافت هذه النشرة إلى تلفزيون أورينت نكهة سورية متعددة الألوان. وبهذه المناسبة أعد لنا كادر النشرة الكردية بالتعاون مع القسم العربي في أورينت نيوز هذا التقرير لنتابعه. استطاعت النشرة الكردية في تلفزيون أورينت نيوز في سنة 2014 أن تقدم نشرة تتماشى مع واقع الشارع الكردي في سوريا، وأن تكون نشرة منافسة في الوسط الكردي، حيث كانت كاميراتها تجوب شوارع المناطق الكردية بحثا عن كل ما يتوجب عرضه على شاشتها. لم تكن المهمة سهلة، فأن تعيش في ظل نظام سياسي شمولي ومن ثم تفتتح نشرة بلغة كانت ممنوعة تماما حتى بالتحدث بها في المقرات أو الدوائر الحكومية له أمر غاية في الصعوبة، إذ يعرف الكرد السوريون بأنهم حرموا من تعلم لغتهم طيلة فترة البعث. في كواليس غرفة الأخبار، الحركة الدؤوبة لإعداد نشرة كردية تتناسب مع ثورة الشعب السوري التي لا تتوقف عن الحركة، كانت بمثابة ثورة أخرى ولكن في مكان آخر وذات تأثير أكبر على مجريات الأحداث السياسية. فجميع السوريين على علم بتلك الخطوة الجريئة والمتفردة التي استطاعت فيها أورينت نيوز امتصاص ذلك التشرد الحاصل في المعارضة السورية وحالة عدم الاتفاق بين الأطراف الرئيسية منها العربية والكردية، من خلال بث نشرة إخبارية باللغة الكردية كعنوان عريض لبدء العمل على ممارسة الحريات بين مكونات الشعب السوري المختلفة. طبعا كانت فكرة إنشاء النشرة الكردية على فضائية أورينت وتخصيص ساعة لهذه النشرة كانت عبارة عن مطلب شعبي كردي لأكراد سوريا للتأكيد على انخراطهم في الثورة السورية ونقل معاناة ومآسي أكراد سوريا. وهذا المطلب تحديدا يأتي للتأكيد على أن الشعب الكردي في سوريا هو جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري. الجدير بالذكر بأن النشرة الكردية أفسحت المجال كجهة إعلامية لكل الأطراف السياسية والعسكرية على الأرض ومن هم في خارج سوريا أن تعبر عن رأيها، وأن تكون منبرا لجميع الجهات والأحزاب الكردية، وأن تسمع صوتها للكرد السوريين وللعالم. حرصت النشرة الكردية على إيصال الخبر من قلب الحدث إلى المشاهد كخطوة أولى لتكون المصداقية الحقيقية في عين المشاهد الكردي الذي مل من الكذب وتحزيب الخبر. فتوزع مراسلو النشرة في جميع المناطق الكردية في سوريا، وعلى الرغم من العمل الدؤوب على إيصال الخبر كما هو إلى البيت الكردي، إلا أن هذه المهمة لم تكن دائما في صالح المراسل على الأرض. النشرة الكردية بأورينت نيوز استطاعت من خلال هالسنة أنه تقدم أفكار جديدة وتنوعها أكثر من خلال هاي القومية الموجودة بسوريا. كذلك استطاعت أنه تسلط الضوء على المجتمع الكردي، مو بس من الجانب السياسي، كمان من الجانب الاجتماعي الأدبي والثقافي والفني. دأب فريق أورينت نيوز الكردي في عمله على إظهار الحق، ولكن بطريقة مهنية، فلم تكم الأفواه ولم تستبعد المخطئ عن شاشتهم، بل كان لكل طرف من الأطراف الحق في إبداء الرأي، وكان الحكم الأول هو الشارع الكردي في الداخل أو خارج سوريا. طبعا نحن بأورينت نيوز بالنشرة الكردية اقتربنا جدا من الشارع الكردي، اقتربنا ودخلنا البيوت الكردية في سوريا، فصلنا بين السياسة وبين الاحتياج الكردي الحقيقي اللي فعلا الشعب الكردي في سوريا كان محروم من هذا الشيء. دائما نحاول نختار ضيوفنا باهتمام كبير ونسلط الضوء على أكبر قدر من المواضيع التي تثار في المناطق الكردية في سوريا. لا شك أن كل من يعمل يخطئ، فبعد مرور قرابة 2.5 عام على بدء بث النشرة الكردية على شاشة أورينت نيوز، كانت النتائج هي التي تتحدث عن نفسها، وكان رضا الشارع الكردي كبيرا، ولكن لا يخفى على أحد وجود بعض الهفوات والأخطاء سواء في التقديم أو في إخراج التقارير، إلا أن عام 2014 كان وبحسب كادر النشرة الكردية كان عام التقدم والنجاح.
ويبقى الأمل في أن يكون عام 2015 عاما أجمل وأكثر تطورا مما سبق، وأن تكون السنة الماضية كدرس لا ينتهي يتجدد يوميا، كي يستطيع الكادر الكردي في أورينت نيوز تقديم ما هو أفضل دائما لمتابعيه أينما كانوا في سوريا وفي العالم. ماكسيم عيسى، أورينت نيوز، برلين.